بقول لكم يا جماعه وانا في المدرسه فاكرين دوري بيبسي؟ عارفين دوري بيبسي؟ انا كنت ما بعرفش العب كوره خالص، على الله حكايتي يعني، بدوس اكس كده بقعد اباصي وبتاع. حلو، ما بعرفش والله. فهد حبيبي. المهم ففي ولد صاحبنا، احنا كان عندنا عيال لعيبه جدا في المدرسه بجد، ما اعرفش حد منهم حاضر ولا لا، بس فصل انا كان في ناس شاطره جدا في الكوره جدا يعني. بس كان دايما عندنا مشكله في وظيفه حارس المرمى. ماشي؟ ففي واحد صاحبنا واحنا في تانية اعدادي كان مكتمل الرجوله، في تانية اعدادي عنده دقن وشنب وعامل كده، السلام عليكم يا بار، حلو كده عامل كده. فكان واقف جون، اختاروه عشان هو ناشف وما بيخافش بتاع يقف جون. فاحنا وانا واقف بره بنشجع، المهم ايه حصل حاجه مش عارف مين رقص مين لبس مين كوبري تيت، ففجاه بقى الفرقه اللي قدامنا منفرده 3 منفردين مع صاحبنا ده، وفي 2 مدافعين من عندنا بيجروا عشان يلحقوا المشهد. ففي 6 افراد عند الجون كلهم دخلوا، احنا طبعا في ملعب رمله، حصل عفره وكلهم واقعين، احنا مش فاهمين في ايه بجد، احنا بنتفرج على الماتش لايف من الحوش. حلو. المهم كله قام ما عدا صاحبنا اللي واقف جون ده، ماسك ركبه قد قرعتي، ركبه قد كده، عمال يقول فالناس كلها اتلمت وبتاع، في ايه يا ابني في ايه؟ ركبي مش عارف ايه ففي مدرس بيقول له، مدرس الالعاب بيقول له طب حرك رجلك، راح محرك دي. فحصل مشهد جلل غبي، فكلنا بصينا قلنا له يا ابني حرك، قال لك ما دي تعباني انما دي سليم.